السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم فيديو جديد. احنا النهارده عندنا اول يوم عملي في الجامعة وكده. نازلين المستشفى. آه هنحاول نصور لكم هناك وكده، يعني الدنيا ماشية ازاي هناك. اعرفكم بمحسن، السلام صاحبي عليكم. واخويا في الجامعة. آه، مبدئيا احنا يعني مش متفائلين لاننا هنا في الجامعة احنا جروبات كتير، فهم مقسمين كل جروب على حسب يعني القسم بتاعه. احنا وقع في جروبنا قسم المسالك البولية، بس يلا لعله خير. ان شاء الله يعني هنعمل اللي هنشوف. علينا احنا في والباقي بداية على اليوم الله. بقى، يعني يلا بينا نشوف الدنيا تاخدنا على فين. دلوقتي رجعت من الجامعة، ما عرفتش اصور لكم هناك بصراحة، من المستشفى قصدي. ما عرفتش اصور لكم هناك بصراحة علشان كان في زحمة واول يوم وكنا متوترين وكده، ومش عارفين نغير فين ولا نعمل ايه ولا الكلام ده كله. ولا فين مكاننا ولا احنا هنروح فين والكلام من ده كله، فده كان صعب علينا شوية. فعقبال ما عرفنا كان الوقت ضاع، ويا دوبك رحنا وخلصنا وروحت. انا دلوقتي روحت غيرت هدومي وبعمل غدا. تعالوا معايا اوريكم بعمل غدا ايه النهارده. حاليا في المطبخ. انا كنت واقف في البلكونه الاول، دلوقتي في المطبخ يعني وكده. انا هعمل غدا ليا، يعني انا ومحسن اللي كان معايا في اول الفيديو. ده صاحبي. هنتغدى مع بعض النهارده يعني وكده. يلا احضر معاكم الاكل. حاليا انا هعمل صينيه بطاطس بالفراخ. انا قشرت البطاطس وقطعت منها حبه، لسه هقطع الباقي. وقشرت البصل و... ودي يعني ودي الفراخ. كنت حاططها في الفريزر، يعني متبلها وكده وحاططها في الفريزر بتفك. حطها في حبه ميه سخنين، ودي التوابل، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. نثبت الكاميرا بس. هنقطع هنا اول حاجه هنقطعها، البطاطس. يلا بينا معايا. النهارده والله ما عرفتش اصور في المستشفى. ان شاء الله انا عليا بكره. لو عرفت هصور لكم اكيد، عشان تبقوا معايا يعني على طول واحده بواحده. آه، اصور لكم يعني هناك النظام ماشي عامل ازاي والدنيا يعني وكده. وهوريكم ان شاء الله. النهارده ما عرفتش اصور عشان كان في ناس كتير، واحنا اكتريتنا كنا رايحين، كل الجروبات اكتريتها رايحه علشان ال عشان كلنا عندنا عمل يعني مع بعض. بس كل واحد ليه قسم معين، كل جروب يعني ليه قسم معين. ف ما عرفتش اصور يعني وكده عشان كان في زحمه ومش عارف وكده يعني. فيا دوبك بس شفنا احنا هنعمل ايه والمشرفه علينا قالت لنا هنعمل ايه وكده، ومشينا على طول. يا دوبك صورنا صورتين مع اصحابنا ومشينا. بس ان شاء الله بكره اعرف اصور لكم فيديو كامل وانزله لكم على القناه. دلوقتي هقطع البصل عشان يبقى البصل والبطاطس داخلين في بعض، ما يبقاش البصل كله على الوش. بقطع البصل شرايح. بقطع البصل على نصين علشان ايه؟ ال علشان ال علشان يعني كله تبقى ايه، تلحق تستوي وكده. الرخامة نضيفة انا مسحها قبل ما اشتغل عليها يعني. هي هي رخامة السكن يعني. السكن هنا على حسب برضك المكان اللي انت هتبقى فيه وكده. آه، مش ساعات مش بيبقى نضيف. انت على حسب انت نظافتك الشخصية والكلام من ده، بتنضف قبل ما تعمل حاجة. نكمل تقطيع البصل وهنحط عليه الفراخ بعد ما نخلص. انا دلوقتي قطعت البصل والبطاطس وخلصتهم علشان صينية البطاطس يعني بالفراخ وكده. هعمل دلوقتي معاكم احط التوابل.
التوابل اللي موجودة عندي بحطها يعني. أنا غير كده كده متبل الفراخ قبل كده، وحاطط لها بصل وطماطم وكده والتوابل بتاعتها. وحطها في يعني كنت عامل مرة قبل كده والباقي حطيته في الفريزر. آه، يلا هعمل معاكم التوابل. دي علبة التوابل بتاعتي، المفروض هي علبة حلاوة مولد وكده، بس بعمل فيها التوابل، حاطط فيها العلب بتاع التوابل يعني. احط حبة ملح، حطيت هنا يعتبر معلقة ملح وكده. مش معلقة، لأن دي معلقة من الكبيرة. دي أنا حطيت معلقتين منها. ولو عايزة ملح تاني عشان الفراخ برضك فيها ملح وكده، فلو عايزة ملح هحط ملح يعني وكده. هحط حبة شطة علشان صاحبي وكده مش بيحب الشطة كتير. أنا بحبها بصراحة، بس عادي، عادي عشان هو ياكل معانا يعني وكده. حطيت هنا معلقتين فلفل اسود. بحب انا الفلفل الاسود في الاكل يكون كتير يعني. بحب طعمه. ودول اخر حبه توم باودر. حطيتهم يعني، عاوز اشتري حبه. هنا دول معلقه وشويه كمون. معلقتين بصل باودر. حبة بابريكا. وده كيس طماطم. دلوقتي هحط دي نص كيس طماطم. هي حاجة تدي لون بس للبطاطس. مش حاططها عشان طعمه، كده كده الفراخ كده كده هتطعم البطاطس، تبقى طعمها حلو. هنحط عليهم حبة مية انا كده حطيت عليهم حبة مية، هقلبهم وهجيلكم دلوقتي. انا بقلبهم معاكم. هخلي الصلصة تدوب حلو هي والتوابل، علشان مفيش حاجة فيها يعني تكور وكده. كده انا قلبتها حلوة، ما عادش فيها حاجة، بقت مية صلصة وتوابل بس. عذرا على الصوت، عشان في واحد صاحبي حط حلة يعني بيعمل أكل وكده، البوتاجاز هنا بالكهرباء فبيعمل صوت وكده. هنجيب البطاطس بقى ونحط عليها التوابل. احنا بنحط التوابل قبل قبل يعني ما نحط الفراخ وكده، علشان كده الفراخ متبلة. فنخلي بس كل البطاطس يوصل لها توابل بس. فكده هنحط الفراخ لما تفك، هنطلعها ونحطها عليها وندخلها الفرن، واول ما تخلص هوريها لكم ان شاء الله. بص، انا حطيت الصينيه في الفرن وكده، وقلت انزل اقعد تحت في الشارع يعني مع اصحابي، وقاعد مع اصحابي هنا مدون قدام السكن وكده. فالدنيا حلوه يعني. بس اليوم العملي، اليوم اللي ولا كان ليه اي لازمه ولا استفدنا اي حاجه. رحنا الممرضه بتقول
متجددين من النهارده فيتش لافيك. هي عايزه كل يوم 2 وبس، ولا هتستفاد باي حاجه. ادي روسيا وادي تعليم روسيا. بس فاحنا قاعدين دلوقتي، احمد بيعمل لنا سندوتشات. اشوفكم بعد ما تجهز بقى. دلوقتي هنعمل كيكه مع بال ما البطاطس تطلع من الفرن. احنا حاطط هنا كوبايتين ونص دقيق، وبقيه النص الكوبايه هنحطها نشا. دي المكونات الجافه. وحاطط رشه ملح، وهنركنهم على جنب. دلوقتي هنحط المكونات السايله. هنحط كوبايه وربع سكر، على حسب انتوا عاوزين ايه، كوبايه وربع او او كوبايه، على حسب انتوا ذوقكم في السكر ايه. هنحط هنحط هنا عليهم زيت، كوبايه زيت. كوبايه زيت. هنحط بعدها كوبايه برتقال، وحاطط هنا عليهم كنت حاطط عليهم انا حبه بشر برتقال علشان الزفاره وكده. معلقه خل. هنحط عليهم 3 بيضات. ونقلبهم. هندننا نقلب في المكونات لغايه ما المكونات تبيض معانا. وبعدين ننزل عليهم بالمكونات الجافه. هنحط كيس الفانيليا عشان البيض. وهندننا نقلب لغايه ما المكونات تتمزج معانا وتبقى بيضه كده شويه، تبيض شويه. عن هي مش هتبيض قوي يعني، عشان احنا عاملين بالبرتقال، فكيكه البرتقال بتبقى صفرة يعني، مش بتبقى بيضة. بس احنا هنقلب يعني لغاية ما السكر يدوب معانا وكده. كده انا بقلب المكونات الجافة مع بعض، بقلبها قبل ما احطها علشان لازم تتقلب يعني وكده. بتبقى نخلينها قبل كده يعني، ممكن تدخلها زي ما انتوا عاوزين 3 4 مرات. بنحط المكونات الجافة واحدة واحدة، نحط جزء منه يعني ونقلب، وبعدين نحط الباقي. تقلب كويس عشان ما تكتلش معانا يعني، وتعمل يعني تكتلات معانا، ويبقى فيه دقيق لسه ما وصلوش ميه وحاجات من دي يعني. هنكون مسخنين الفرن قبلها على 180 درجة، الجزء اللي تحت. وفي نص هي بتاخد من 25 دقيقة لغاية 30 دقيقة على حسب الفرن بتاعك يعني. في نص الوقت كده، او يعني لما تحس ان هي خلاص رفعت معانا، بنقيد لها الشواية من فوق. ونحط هنا بايد الدقيق ونقلب. وبعد ما نخلص تقليب هنرجع لكم. دلوقتي احنا كنت نسيت هحط البيكنج باودر وكده، فحطيتهم في اخر حبه دقيقه. انا كنت حاططهم يعني، وقلبتهم مع الحاجات. هنجيب دلوقتي صينيه وندهنها حبه زيت، ونحط عليها حبه دقيق من بره علشان الكيكه ما تلزقش يعني في الصينيه وكده. هنحط الكيكه دلوقتي في الصينيه، وبعدين هندخلها الفرن على درجه حراره 180. هنكون مولعين الفرن قبليها ولما تطلع هنوريها لكم.
ودي صينية الكيكة بعد ما طلعت من الفرن. هي انحرقت شوية من على من الوش وكده، بس هي مش محروقة، هي طرية، بس هي يعني مغمقة شوية. افكركم انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ونشوفوا فيديوهات جديدة ان شاء الله. مع السلامة.